واش حنا ناخدو بهضرة هادوك الناس اللي كيقول لك حنا استفدنا من هاد كاس العالم؟ لعابة كيتخلصوا وحنا غير متبعينهم وكنحرقوا معاهم في اعصابنا وما رابحين والو. في بعض اللحظات وليت انا كنسول راسي وكنقول ياك ما هاد الناس على حق. واش بهاد السهوله صافي الا دخلت هاد الفكره لراسي واقتنعت بها ما غاديش نبقى نتعصب مع الكره وغادي نولي نتفرج ببروده؟ لا لا ما يمكنش. ولكن الا قلنا باللي هما غالطين شنو كنستافدو حنا من المنتخب ومن كاس العالم على هاد الحساب؟ واش كاينين شي دروس عطاتهم لينا كاس العالم في قطر؟ اييه خرجنا منها بدروس كبيره وكبيره بزاف. كاين اللي كيجلس ويحلل ويقدر يستخلصها ولكن راه الاغلبيه ما ردوش ليها البال. دروس عظيمه خديناها انطلاقا من التنظيم اللي دارته قطر حتى المسار المنتخب المغربي في البطولات هما المباراة النهائية وفوز الأرجنتين بالكأس. دروس اللي إلا طبقها كل واحد فينا في حياته غتزيد به للقدام وتكون سبب في نجاح بزاف ديال الأشخاص، بل حتى الدول اللي كتطمح توصل لهذا المستوى اللي دارات به قطر وسدات أفواه المنتقدين اللي كانوا حاطين عليها. خليك معايا في الفيديو باش تدي معاك الجواب على هذا الشيء اللي كيدور في راسك وباش تكون حتى انت استفدتي من هذا المونديال. اي حاجه كاينه في هذه الحياه عندها تاثير بدون استثناء. الثقافه عندها تاثير، الموسيقى والفن ديال بلادك عنده تاثير، الكره والرياضه بصفه عامه عندهم تاثير وما يمكنش لينا نقولوا انهم مصالحين لوالو. في الكره كل منتخب راه كيمثل بلادو وشعبو، واللاعبين اللي كيلعبوا للمنتخب هما النواب ديالنا اللي كينوبوا على كل واحد منا في هذيك المسابقه او ديك البطوله. حيت المنتخب راه ماشي فريق اللي عنده عقد مع اللاعب باش يؤدي المهام ديالو لواحد المده مقابل اجر سنوي او شهري. لا، هاد اللاعبين عندهم الفرق ديالهم وحنا اللي اختاريناهم باش يجيو يمثلوا البلاد حيت كنعتبروهم هما احسن ما عندنا. اذا الرباح ديالهم من الرباح ديال البلاد. هادشي علاش الشعب كامل موراهم وكيفرح ويبكي معاهم. الربح ماشي ضروري يكون ديما مادي نشدو الفلوس عاد نتسماو بلي راه استفدنا من الكره واستفدنا من المنتخب. الربح ما كيكونش مباشر بهذه الطريقه. المغرب استفد بزاف من هاد كاس العالم، وحتى انت كشخص غادي تستافد الا شديتي العبر اللي خديناها من كاس العالم وطبقتيها على حياتك. نبداو بتنظيم دولة قطر للبطولة. قطر يوم يستفزوا فيها الإعلام الغربي ولاعبين وحتى من الرئيس السابق للفيفا، وهادشي باين السبب ديالو ما كيحتاجش للشرح، حيت قطر دولة عربية مسلمة ما غاديش يبغيوها تنظم، وبطبيعة الحال كون ما كانوش عارفين القيمة ديال استقبال كأس العالم ما غاديش يديروا هاد الحالة كاملة. هادشي كامل وقطر تجاهلاتهم وفرضات قوانينها وفرضات على أي واحد يحط رجله في قطر أنه يحترم ثقافتها ويحترم المسلمين. ممنوع السكر في الملاعب والأماكن العامة. منعت المنتخبات والجماهير من رفع الشعارات الداعمة للشواذ والمثليين. قطر ما تخلاتش على مبادئها، خلات كل شيء يحترمها، وهذا درس عطاتو لينا حنا كأشخاص. مبادئك خاصك تشبش بهم وما تنازلش عليهم. المبادئ ديالك ما خاصهمش يكونوا قابلين للمساومة، هكا غادي يحترموك الناس وغتكون عندك قيمة، حيت الاحترام انت اللي كتفرضو لراسك بلا ما تسنى من شي واحد يعطيه ليك وانت ما فارضش شخصيتك. العالم كامل ولا كيعرف دابا شكون هي قطر. قطر اللي خسرات اكثر من 200 مليار دولار وعارفه بلي المداخيل ما غاديش يكونوا كافيين باش يعوضوها في داكشي اللي خسرات هي على داك الكاس، ولكن النتائج يلا غادي يبانوا على قطر. قطر عرفات راسها للعالم ولات هي مركز الاهتمام ديال الناس والصحافه والجميع في هذه الفتره. تصور معايا باللي دوله مثل رواندا حاطه شعار صغير في توني ديال فرق مثل باريس سان جيرمان وارسنال مكتوب فيه فيزيت رواندا، وكتسنى منه نتائج على مستوى السياحه في بلادها، فما بالك بدوله منظمه اكبر تظاهره في كره القدم واللي هي كاس العالم. غير العدد ديال المؤثرين اللي كانوا في قطر في هذه الفتره من جميع الدول وصوروا فيديوهات غادي يشوفوها الملايين من المتابعين ديالهم، راه هذا في حد ذاته غيكون احسن تسويق للسياحه في قطر وغادي يبانوا النتائج ديالو. راه غير هاد الصوره اللي خدا ميسي اثناء التتويج ديالو بالبيست القطري كتساوي اكثر من ديك 200 مليار دولار. صوره للتاريخ غيبقى التاثير ديالها دائم. غادي تدوز سنين واي واحد غادي يقلب في جوجل على ميسي غيشوف هاد الصوره وغيعرف قطر ويفكر يزورها. كلشي في هاد العالم ولا داير على التسويق، وإلا عرفتي تسوق مزيان لراسك ولبلادك غادي تمشي بعيد. نجيو دابا لكرواتيا اللي انا كنت كنعتقد باللي دازوا الفينال في 2018 بمحض الصدفه، والاغلبيه ديالنا اعتقد باللي كرواتيا في 2018 كانت محظوظه وانها ما كتستحقش. من بعد هاد كاس العالم كرواتيا ما خلات لينا ما نقولو، وبينات لينا باللي كاينه خدمه كبيره كيديرها المنتخب الكرواتي، وباللي حتى حاجه ما جات بالصدفه.
كرواتيا مرة أخرى تواجدت في المربع الذهبي وتكلاصات هي الثالثة في المونديال، خداو الميدالية البرونزية. هادشي كيبين لك باللي إلا كانت شي رسالة تاخدها من هذا المنتخب هي أنك تجاهل هضرة المشككين. ركز فقط على راسك وعلى شنو كدير وحقق نتائج. إلا نجح شي مرة عاود نجح 2 و3 وشوف واش ديك الساعة شي واحد غادي يقول لك غير زهر وصدقات ليه. من بعد كرواتيا جا المنتخب المغربي في المركز الرابع. المغرب قدم بطولة كبيرة وكان هو الحصان الأسود ديال هاد النسخة، قدر يربح منتخبات كبار بحال بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، حتى وصل لنصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية. الدرس هنا قالوا لينا والد الركراكي بنفسه باللي خاصنا نغيروا العقليات ونحلموا حتى حنا، ويكون عندنا طموح كبير، نخرجوا من داك التفكير المحدود اللي غالب علينا. والد عنده الحق، ولكن ما خاصناش نعتقدوا باللي صافي راه الا فكرنا ايجابي وطمحنا راه غادي نوصلوا ونديو كاس العالم ولا نحققوا اي نجاح بهذه الطريقه. ما نساوش الكفاءه واللي هي 90% من النجاح، من بعدها كيجي الطموح والاراده والعزيمه وداك الشيء الاخر. المغرب راه عنده لاعبين في المستوى وكيلعبوا في فرق ودوريات كبار، ما غريبش عليهم انهم يلعبوا ضد نجوم كبار ويكونوا الند للند ليهم. راه عندكم حكيمي وزياش مزراوي وبونو ونصيري وزيد وزيد. هاد اللاعبين ما كيخافوش يلعبوا في هذا المستوى، كيلعبوا مرتاحين وواثقين من نفسهم. هادشي علاش كان صعيب على اي منتخب عربي اخر باش يستمر في المنافسه. زيد عليها الخدمه ديال المدرب والستاف اللي كانوا ضابطين امورهم باش وصلونا لهاد المرتبه. اذا في هاد الحياه النجاح كيتطلب الطموح والكفاءه. الا بغيتي توصل خاص يكونوا عندك بجوج، الا ما كايناش الكفاءه ما يمكنش للطموح بوحدو يوصلك. هاد الطموح يمكن ليه يعاونك باش تمشي تخدم على راسك حتى تكون مستعد، ورجع ديك الساعه نافس على الاهداف ديالك وركز عليها. المغرب الا بغى حتى هو يهز كاس العالم شي نهار خاصو يستافد من التجربه ديال الارجنتين اللي خدات كاس العالم هاد السنه. الارجنتين ماشي غير جاتو حرقه المراحل وهزات كاس العالم في اول محاوله. في 2006 وصلوا لربع النهائي، 2010 وصلوا لنفس الدور، كاس العالم 2014 في البرازيل قربوا من اللقب ووصلوا للنهائي وما خداوش، عام 2018 في روسيا خرجوا من الثمن. من بعد هاد المحاولات كاملين قدروا اخيرا يتوجوا ابطال في قطر. النجاح كيجي من بعد عده محاولات، تحاول وتفشل وتعاود المحاوله، كل مره تقرب للهدف ديالك حتى توصل ليه واحد النهار وتحققه. اي نجاح في الدنيا كيجي بهذه الطريقه، ما غاديش تكون بطل من اول مره غادي تحاول فيها، حيت كاين واحد العنصر مهم بزاف اللي غادي ينقصك هو التجربه. كانوا هادو هما الدروس اللي عطاتهم لينا كاس العالم قطر. وتفكر باللي الربح ماشي دائما كيكون مادي، حنا اللي خاصنا نحاولوا نستافدوا من اي حدث كيف ما كان ونردوه لصالحنا. الى عجبك الفيديو ما تنساش تخلي لايك وتشاركه مع اصحابك، دير متابعه للقناه وتسنى الفيديو الجاي.